السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. متابعينا متابعين تربيه الطيور مع الحوش، اهلا وسهلا بكم. طبعا هنتكلم في الفيديو ده رد على بعض الاسئله اللي الناس سالتها. كان في حد من اللي بيسالوا يعني يقول لك انا عندي المكان او الاوضه اللي انا شغال فيها وعايز اعمل فيها بطاريات وعندي فيها الشفاطات شغاله وعاوز يعمل الخليه من جوه الاوضه ذات نفسها. طبعا الكلام ده ما ينفعش، ان الهدف من الخليه ايه؟ او الشفاطات والخلايا الفكره بتاعتها بتاعت التهويه والتبريد ان انا بجبر الهواء انه يخش من خلال الخلايا زي قدامكم كده ورا الخليه دي في مكان مفتوح هنبقى نوريه لكم يعني. الهواء كله بجبره انه يخش من هنا. طبعا الميه اللي موجوده على الخلايا ديت مرفوعه بالغاطس، الميه دي عاوز تحط فيها مقطوعه فبتعمل نوع من انواع الفلتره للميه اللي داخله وطبعا بتبرد. فالفكره كلها ان الخليه لازم تبقى مكان مفتوح، انما لو هي من جوه هنا ووراها الحيطه ديت هي هتجيب الهواء منين؟ فكده احنا هنعمل تدوير للهواء اللي موجود في المكان، فلا نتخلص من الامونيا ولا نتخلص من الروائح الناتجه عن السبل ولا عن تحلل اي حاجه ولا الكلام ده كله. الفكره من التهويه او الشفاط بيخلص الهواء زي ما انتم شايفين كده، الشفاط بيكون قبل الخلايا. يبقى انا لو انا عاوز اجهز المكان، ايه الحاجات اللي انا عايزها من المكان اللي انا فيه؟ ان انا عندي اولا مكان احط فيه الخليه، بفتح لها فتحه في الحيطه زي ما انتم شايفين كده، والافضل ان هي تكون في النص عشان يبقى الناس كلها في الجنب ده، بيبقى كفاءه التبريد مش على اقصى حاجه، بتكون قبل الشفاط زي ايدي كده، ده قبل ده. الشفاط عندنا واحنا حاطينه في النص، ولو الناس شافت الفيديوهات القديمه بتاعتنا كان الشفاط في الجنب واحنا غيرناه ودعمنا بفتحه الاير ال اللي هي الصغيره بتاعتنا الجميله ديت في المكان عشان تساعد برضه في تغيير او الاكسجين، لان الفتحه دي الهدف منها برضه ان انا ايه؟ عايز اجدد الاكسجين اللي موجود في المكان. فالشفاط بيسحب الريحه اللي موجوده والخلايا بتدخل هواء جديد. والفكره كلها زي ما قلت لكم من الشفاط والخلايا ايه؟ ان انا بجبر الهواء انه يخش من الخلايا، ما عنديش اي فتحات ثانيه موجوده في المكان. فلو انا الخليه بتاعتي مش على مكان مفتوح دي فيها مشكله طبعا. طب الشفاط لازم برضه ورا الشفاط ده الدنيا فاضيه، الشفاط بياخد الهواء بيرميه بره، فانا لو قافل المكان هيرمي فين؟ ما ينفعش برضه. يبقى انا المكان اللي انا عاوز اتكلم فيه او ايه التجهيزات اللي موجوده في المكان، ان يكون عندي مكان اقدر احط فيه الخلايا ومكان ثاني او جدار احط فيه الخلايا وجدار بحط فيه الشفاطات. بالنسبه للبطاريات، الناس عاوزه تعمل بطاريات تستغل المكان كله. يا جماعه احنا قلنا لازم نسيب اقل حاجه متر من الخليه بين البطاريه والخليه، والناحيه الثانيه متر من الخليه وايه؟ بين البطاريه والشفاط. فانا بسيب المتر ده والمتر ده وابتدي اصمم على المكان. انا عندي مثلا لو طول المكان 12 متر بسيب متر ومتر وبعمل بطاريه 10 متر، وزي ما قلت لكم هي عرضها بالاكلات خدمه من ناحيتين 140. الطول زي ما انت عايز، ممكن تعملها 10 متر، ممكن تعملها 5 زي ما انت عايز. والعين الواحده من دي تقريبا 65 في متر بتشيل 10 فراخ في العمر الكبير. والناس اللي بتسال برضو ان الفراخ، اقول لك ايه؟ انا عندي دلوقتي المتر في الخلايا بيشيل قد ايه؟ او في البطاريات بيشيل قد ايه؟ انا عندك اهو ده دور 2 3 هذا كده دول 30 فرخ يعتبروا في متر. لو احنا حسبناها كده البطاريه او البطاريات بتحسب البطاريه بتشيل قد ايه، وبنبتدي بقى نحسب التهويه والكلام ده كله على اللحمه، ما بنحسبهاش على المكان لان ده بيأثر عليها. ولو يعني يا ريت يكون ايه؟ جاوبنا على بعض الاسئله اللي جت، ولو كان في اسئله ثانيه جت وهنجاوب عليها ممكن نعمل لها فيديو ثاني عشان بس ما نطولش على حضراتكم. لو عجبكم الفيديو هنعمل لايك وشير على الفيسبوك وتابعونا على قناه تربيه الطيور مع الحوش على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.